أنا كنت فاكرة إن الحمد لله كلمة بتتقال، لحد ما جه يوم كنت فيه بموت وبحمد ربنا. بصوا، إحنا كلنا بنمر بأوقات حزن، أوقات بنحس فيها إن في حاجة تقيلة جوانا ومش عارفين نطلعها. وأكتر حاجة ساعدتني وقتها كانت الكتابة، إني أمسك ورقة وقلم وأكتب كل حاجة جوايا، واكتب الحمد لله على كل حاجة، حتى الحاجات الصغيرة. ومع الوقت الحمد ما بقاش كلمة، بقى إحساس، بقى أمان، بقى حاجة ماسكة قلبي من جوه. وفعلا ربنا اختبر الإحساس ده في يوم عمري ما هنساه. كنت شغالة على تسليم فيز للناس، وكنت مبسوطة جدا، مش علشان الشغل، علشان كنت بسهل على الناس. تعمدت إني أروح ليهم بنفسي برغم كل التحديات اللي واجهتها، لأن كان هدفي في الأول والآخر إني أوفر عليهم تعب السفر. وأول مرة في حياتي أشوف دعوات بالشكل ده. كل واحدة لما كانت بتستلم مني الفيزا كانت بتدعيلي ربنا ينجيكي، وكأنهم كلهم اتفقوا على دعوة واحدة: ربنا ينجيكي. أنا في اليوم ده شفت دعوات بعدد عمري كله، وكلهم بكلمة واحدة: ربنا ينجيكي، ربنا يحفظك، ربنا ينجيكي. كنت مستغربة ليه كل الدعوات دي، وبالأخص ربنا ينجيكي. كنت شايفة في عيونهم السعادة علشان وفرت عليهم السفر، وأنا كنت سعيدة لأن أنا شايفاهم مبسوطين وسعداء إن وفرت عليهم تعب ومشقة. خلصنا اليوم وإحنا راجعين كنت مبسوطة وقلبي مرتاح، ومسكت الموبايل علشان أبعت رسالة شكر لأهل أطفيح، وعلى رأسهم أستاذ طارق عبد الجبار. وفجأة العربية اتقلبت بينا، مش مرة، لأ، كذا مرة. وفي اللحظة دي أنا كنت عارفة إني بموت، بس الغريبة إني ما خفتش ولا لحظة، وقلبي ما حسش بفزع. كل اللي كان جوايا إني بقول الحمد لله، مش بلساني، بقلبي وعقلي وكياني. مع كل قلبة الحمد لله أنا لسه عايشة، الحمد لله. لحد ما العربية وقفت ولقيت نفسي لسه عايشة. كنت عارفة إني بموت، بس ربنا خلاني على هيئة السجود، ولزق راسي في الكرسي اللي قدامي. ومع كل قلبة كان راسي تيجي على الكرسي وكأنه مرتبة فايبر، وكأن ربنا بيحمي دماغي من الصدمات بتاعة العربية أصلا اللي يشوفها ما يتوقعش الناس اللي جوه العربية تطلع عايشة. الحمد لله كلنا طلعنا عايشين. أنا مفيش خربوش لمسني. أيوة كان يوم صعب وتعبت، ولكن أنا بكلمكم على قلبي كان حاسس بإيه. أنا مهما أوصف إحساس إن العربية بتتقلب وأنا رايحة أموت. طبعا في اللحظة دي بتقولوا إن إحنا بنشوف شريط حياتنا. أنا كان شريط حياتي اللي بيمر عليا الحمد، الحمد والأمان والسلام والاطمئنان. أنا كنت مطمنة جدا، والله إحساس أنا مش عارفة أوصفه. بس برغم الصدمة اللي إحنا فيها والمصيبة اللي إحنا فيها أنا حاسة بأمان وبسلام بفضل الله. مفيش حاجة لمستني، بفضل الله مفيش ازاز العربية ده اتدشدش، مفيش حاجة. بفضل الله طلعت سليمة. ايوه تعبت وكشفت واشاعات بس فين؟ بس انا قلبي كان فين؟ قلبي كان مطمن، قلبي كان حاسس بسلام رغم كل اللي بيحصل. وحابة من هنا اشكر اهل اطفيح، بجد ناس في قمة الكرم وقمة الاخلاق وقمة الذوق، رجالة بجد وقفوا معايا وقفة عمرها ما تتنسي.
رجالة وستات كلهم كانوا على قدر المسؤولية والإنسانية، وعلى رأسهم أستاذ طارق عبد الجبار رئيس تفتيش أطفيح، جزاكم الله كل خير. عمري ما هنسى اليوم ده ولا وقفتكم معايا. بصوا خليني أكون صريحة معاكم. إحنا كلنا بنقول الحمد لله، بس هل بنحسها؟ لما حد يسألنا أخبارك إيه بنقول الحمد لله، وإحنا من جوانا تعبانين ومش حاسين بيها ومش راضيين. ولما تحصل حاجة حلوة بنقول الحمد لله ونعدي. يعني الحمد لله بقى كلمة مش إحساس. لكن اللي حصل معايا خلاني أفهم الفرق. مش إنك تقول الحمد بلسانك وإنك تحسها بقلبك. أنا كنت بكتب الحمد وأعيشها لحد ما جه اليوم اللي وأنا فيه بموت ما طلعش مني غير الحمد. ليه؟ علشان كانت طالعة من قلبي بجد. كنت حاسة إن ربنا معايا، حاسة بأمان، حاسة إني راضية حتى وأنا بموت. وأكتر حاجة أثرت فيا مش إني عشت، قد ما أثرت فيا إني وأنا بموت كنت بحمد ربنا. يعني آخر إحساس في قلبي كان الحمد. وده خلاني أفهم إن قلبي بقى متعلق بربنا مش بالدنيا، وخلاني أعرف إن أنا ماشية على الطريق الصح. حسيت إن الحادثة دي رسالة ليا، بقول لي أيوة يا مها أنت ماشية صح، خليكي كده، احمدي ربنا وأكتر وأكتر، احمدي وأشكري. إحساس والله ما توصفش. إحساس وأنت في وسط المصيبة وفي وسط الكارثة وأنت حاسس بأمان وسلام، دي نعمة لا تقدر بثمن. فلو حاجة واحدة بس أقولها ليكم النهاردة، ما تقولوش الحمد لله وخلاص. حاولوا تحسوها واكتبوها، عيشوها. احمدوا ربنا على كل حاجة، مش علشان الظروف حلوة، لكن علشان هو ربنا، هو أرحم بيكم من أي حد. يمكن الحمد اللي بتقولوه من قلبكم النهاردة هو اللي يثبتكم ويطمنكم وينجيكم في وقت ما يبقاش فيه غيره. ولو حسيتوا إن الكلام ده لمسكم، ادعموني إن الرسالة دي توصل للعالم كله. ادعموني إن الرسالة دي توصل للناس كتير قوي محتاجاها. شاركوها مع أي حد محتاجها. ولو حابين تكملوا الرحلة معايا يسعدني وجودكم معايا هنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا.